أهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا بعد ما جبنا المنتج وجبنا الشركات هنيجي دلوقتي لنقطة مهمة جدا وهي التسعير، لأن لو سعرت منتجك غلط يا إما هتبيع وتخسر يا إما مش هتبيع أصلا وبرضه هتخسر. فلازم نحدد السعر الصح عشان تبيع ويكون مناسب للعميل. ويلا بينا. في البداية في عوامل لازم ناخدها في الاعتبار، وأتمنى يعني لكل اللي بيتفرج دلوقتي ورقة وقلم، وفي الأغلب كل اللي فات يعني كل الفيديوهات اللي فاتت واللي جاية، لان لو كل الكلام ده بس نظري بتعديه كده فمالوش لازمه. عامه نرجع دلوقتي للعوامل اللي لازم تكون معانا قبل ما نصعد. اول حاجه وهي تكلفه المنتج. كل شركه بتكون حاطه لكل منتج تكلفه بنكتبها اول حاجه. تاني حاجه وهي سعر الشحن، لان سعر الشحن بيكون مختلف عند كل شركه. تالت حاجة وهي تكلفة الأوردر في الإعلانات، بحيث إن كل أوردر بيجي لنا بيكلفنا كام درهم. رابع حاجة وهي مصاريف إضافية. في شركات بتحسب عليك المرتجعات، فلازم برضو تحط التكلفة دي من ضمن التكاليف، عشان برضو احنا عايزين نكسب مش عايزين ندفع تكاليف بس يعني. وأخيرا سعر المنتج عند المنافسين، لغرض العلم وإن احنا برضو نكون مواكبين معاهم، نبيع أقل نبيع أكتر. هنتكلم في النقطة دي، بس العوامل دي لازم تكون حاططها قدامك لكل منتج هتبدأ تشتغل عليه. كل اللي هتعمله دلوقتي إن أنت هتضرب الكومبو ده اللي هو سعر المنتج، سعر الشحن، تكلفة الأوردر، مصاريف إضافية، وتضربهم في مينيمم أقل حاجة في 2x. شايفك دلوقتي عندك أسئلة، هخلص دلوقتي وهرد عليك ما تقلقش. ندي بس الأول كده مثال سريع عشان نفهم الفكرة. لو عندنا مثلا سعر المنتج 50 درهم، سعر الشحن 20، عندنا مثلا تكلفة الأوردر 15 ومصاريف إضافية 10، يعني عندنا توتال 95 درهم. طبعا هتقولي دلوقتي أنا لسه ببدأ ومعرفش تكاليف الإعلانات ولا هيكلفني كام ولا المفروض يكلفني كام. فبص، في الوطن العربي والسوق الخليجي بالأخص بتتراوح تكلفة الأوردر في الإعلانات من 7 درهم ل 30 درهم، بتزيد بتقل على حسب المنتج. مثال، وارد تبيع منتج ب 500 درهم، تمام، وهو تكلفته مثلا 200، فانت لو عندك تكلفة الاوردر 30 درهم ما اعتقدش يعني ان ده هيضايقك في حاجة. ولكن بما ان اغلب المنتجات اللي موجودة عند الشركات او في الدروب شيبينج بشكل عام يعني بتتراوح سعرها ما بين 50 درهم، فممكن تستخدم المثال اللي فات على هذا الموضوع. مفروض دلوقتي تقول لي بس احنا قلنا احنا عايزين هامش ربح كبير. اقول لك الله ينور عليك، لو انت لسه بتبدأ دلوقتي وده اول تجربة ليك، فاعمل زي المثال اللي قلنا عليه او زي المنافسين، بحيث ان عشان تكتسب الخبرة وتقدر تزود قدام. ولكن لو انت عندك مهارة التسويق والبيع بالاتنين دولت، تقدر ان انت تضرب في 3 وفي 4، لكن بشروط. الشروط هي ان انت تلعب على زوايا تسويقية، تلعب على طريقة بيع تختلف عن المنافسين بتوعك. يكونش المنافس عندك بيبيع في 100 وانت رايح تبيع لي ب 200 بنفس الفيديو بنفس الشكل بنفس كل حاجة ومستني ان انت تبيع اكتر منه. لا، لازم العميل يحس ان انت تفرق عنه بطريقة ما. طريقة ما دي لو عندك تسويق وعندك بيع، شكرا. وفي النهاية دلوقتي بقى عندنا طريقة للتسعير. طبعا التسعير اختلف عليه الكثير، في ناس بتبيع مثلا بتحط 20 بتحط 30 هامش ربح، ممكن يتغاضوا عن حاجات كتير، بس هيجيب اوردرات، بس مش هتحس ان المجال ده فعلا ليك، مش هتحس ان المجال ده يستاهل ان انا اديله وقتي ومجهودي في مقابل في اخر اليوم 30 40 50 100. وفي حاجات هتتسلم وفي حاجات مرتجعات، فانت لازم تبقى في السيف زون بتاعتك، لازم تبقى على الاقل لو جالك اوردرين 3 مغطيين كل الكلام ده. ولو عندك اي استفسار تقدر تسيبه في كومنت، تقدر تتواصل معايا على الانستجرام، اللينك في الديسكريبشن. وطبعا كيب